مرحبتين وأهلا وسهلا بكم معانا. اليوم الفيديو حنتكلموا فيه عن الحنة السوداء. سبق طبعا ونزلت لكم بوست عليها وطلبتوها مني، وطبعا لكثرة الطلب عليها قررت اليوم انزل لكم طريقتي المعتمدة في حنة التانشو او حنة السودانية. اولا هنا يا بنات عندنا حنة التانشو او الحنة السوداء، في منها أنواع هلبة، بس للأسف حنا السوق الليبي كاتر فيه المقلد، فمن الصعب تحصلي نوعية كويسة. وحتى حنة التانشو يا بنات تأكدوا تكون الأصلية مش المقلدة، لأن المقلدة للأسف ما تعطيش اللون المطلوب وفي ساعة ما تتحول. ثانيا يا بنات طريقة الاستخدام، نفرغ البودرة الموجودة في العلبة حسب الكمية المطلوبة عندنا ونعجنوها بمية دافية. ويا بنات ركزوا المية تنضاف بالقطرة، ما تنضافش بكمية كبيرة باش ما تفسدش منك وتجيك جارية. ونستمروا في تحريكها حتى نوصلوا للقوام المناسب. وتابعوا معايا الفيديو للنهاية حتشوفوا كيف القوام يطلع معايا. وزي ما تشوفوا كيف انها بدت متماسكة، لانها لما تجي تنكشي بيها او تفرديها على لصقتك تكون ثابتة ما تسيحش وتفسد لك النكشة. وبعد ما توصلوا للقوام المناسب نضيفوا قطرة بسيطة جدا من السراتية او المحلبية. والبنات اللي عندهم حساسية من السراتية او المحلبية ما يضيفوهاش، يكتفوا بالمية بس. فائدة السراتية أو المحلبية هنايا تعطي لون غامق للصبغة وتعطي ثبات للحنة لمدة تصل من أسبوع لأسبوعين حسب بشرتك. وطريقة الاستعمال سهلة ومبسطة جدا وتعطيك لون في خلال نصف ساعة فقط، ونتيجتها مضمونة. أهم حاجة يا بنات زي ما قلت لكم في بداية الفيديو تكون الأصلية مش المقلدة، وإن شاء الله تستفيدوا منها وتعجبكم طريقتي. وما تنسوش لايك ومشاركة الفيديو مع صديقاتكم، وبسلامة نتلاقوا في فيديو تاني.